السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي كام خبر يخص نادي الأهلي والنادي الزمالك، بس قبل ما أقول لك أي حاجة صلي على حبيبك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو أنت على صفحة الفيسبوك ما تنساش تعمل متابعة، أما لو كنت على قناة اليوتيوب نتمنى تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبر الأول، الكابتن محمد الشناوي يؤكد على خوسيه بييرو المدير الفني للنادي الأهلي انه عايز يبقى متواجد اساسي مع النادي الاهلي في مباراة المحلة. خوسيه ريبيرو كان اعفى الكابتن محمد الشناوي من كل مهامه كحارس مرمى للنادي الاهلي بسبب وفاة والده رحمة الله عليه، لكن الكابتن محمد الشناوي تواجد النهارده في تدريبات اليوم واكد على خوسيه ريبيرو انه عايز يبقى موجود اساسي في مباراة المحلة وبيراميدز. كل الدعوات لأبو كابتن محمد الشناوي بالرحمة والمغفرة، وكل الدعوات للكابتن محمد الشناوي بالصبر والسلوان. عندي كمان خبر بيقول إن حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك طلب من نادي الزمالك عشان يجدد 40 مليون جنيه. حسام عبد المجيد رافض تماما يمدد عقده اللي فاضل فيه سنة ونص، وطلب 40 مليون جنيه عشان يجدد. كان بيقول لك زيزو خرب اوضه اللبس عند النادي الاهلي، وامام عاشور مش عايز يجدد، ومش عارف مين عامل مشاكل، وزيزو خارب الدنيا ورفع اسعار اللعيبه. النهارده ربنا بيردها لهم في حسام عبد المجيد اللي رافض وعايز 40 مليون جنيه. وهنا في سؤال مهم، هل الكابتن حسام عبد المجيد ماشي على نفس خطوات زيزو عشان يروح الاهلي؟ اكتبوا لنا في التعليقات وجهة نظركم ايه. من فترة لما قلت ان امام عاشور جدد فعلا للنادي الاهلي وكان عندي معلومة اكيدة، في ناس خدت الموضوع بضحك وكوميديا في الكومنتات. النهاردة الخبر بيتأكد من صفحات رسمية كتير، واولهم صفحات نادي الزمالك. صفحة زي صفحة الكابتن خالد الغندور بتأكد ان امام عاشور جدد فعلا للنادي الاهلي. نادي الزمالك في ورطة كبيرة بسبب صفقة عدي الدباغ. النهاردة في اخبار كتير اتكشفت ان الرقم اللي اتنشر في صفقة عدي الدباغ اللي اخره 911 ده رقم يخص واحدة ست، والست دي بتقاضي نادي الزمالك وطالبة تعويض 20 مليون جنيه. والله العظيم الخبر بجد ومضحك. اخر خبر عندي النهاردة، والخبر دوت مش متأكدين من صحته لكن منتشر بشكل كبير عشان كده بنعرضه عليكم. إيجابية عينة منشطات لاعب الزمالك الجديد البرازيلي الفينا. اتقال إن عينة المنشطات اتعمل له كشف منشطات وطلعت العينة إيجابية، ولو الكلام ده صحيح هيتوقف موسم بحاله. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ومتابعة، لأن دعمكم لينا هو اللي بيخلينا نستمر. وصلي على النبي.